عبد الناصر قاطع والسادات منع الذبح. هكذا تعامل رؤساء مصر مع ارتفاع أسعار اللحوم. فماذا نفعل الآن؟ ارتفاع أسعار اللحوم قضية تشعل الغضب في الشارع المصري منذ عقود طويلة، وعرف المصريين تداعيات مختلفة ومتغيرة دائما لها منذ اندلاع ثورة 23 يوليو عام 1952 وحتى الآن. ورغم اتساع التحديات والأزمات المختلفة التي عانت منها البلاد خلال هذه الحقب المختلفة، لكن تظل قضية ارتفاع أسعار السلع بشكل عام واللحوم بصفة خاصة الإشكالية الأكثر صعوبة لرؤساء مصر، لا سيما أن ارتفاع أسعارها كانت ولا زالت تشكل مشكلة كبيرة للحياة المصرية، وتجعل المواطن يتطلع لتدخل أعلى مستويات السلطة لإحداث انفراجة تهون عليه الأزمة وتعود الأسعار لمسارها الصحيح. وخلال هذه العقود الطويلة كانت الميول الفكرية والسياسية وراء اتجاهات الحكم وراء وتتباين بطريقة الحل في مصر، بداية من الرئيس جمال عبد الناصر أشهر زعماء المنطقة وصاحب الرؤية الاشتراكية والعدالة الاجتماعية، مرورا بالسادات صاحب مشروع الانفتاح والاقتصاد الحر والرأسمالية الدولة، ونهاية بحسني مبارك الذي لم يعتمد على رؤى فكرية أو فلسفات اقتصادية بعينها بقدر ما اعتمد دائما على حس الشارع وغضبه والتهاب الأسعار وانعكاساتها على حياة المواطن البسيط، وهنا كان يتدخل لإعادتها للطريق الصحيح مرة أخرى. وخلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر ورغم الإصلاحات التاريخية والتوسع في الإنتاج والتصنيع وتوزيع الأراضي على صغار الفلاحين، لم يسلم المصريين من ارتفاع أسعار اللحوم، وكانت الضربة الكبرى بعد هزيمة 1967، إذ مع قدوم عيد الأضحى في هذا العام اشتعلت أسعار اللحوم ووصل سعر الكيلو الواحد ل75 قرشا. انقلبت البلاد رأسا على عقب وتبنى حملة مقاطعة اللحوم جريدة الأخبار، وتزعم الحملة الكاتب الصحفي علي أمين. وخلال النشر الدوري للحملة عن الأزمة كان علي أمين يرصد كيف ارتفعت أسعار اللحوم من أوائل الخمسينيات لنهاية الستينيات 25 قرشا. وركز علي أمين في حملته على جميع شرائح الأسرة المصرية، واستهدف ربات البيوت وطالبهن بالتوقف عن شراء اللحوم. وتفاعل الشارع المصري مع الحملة من أقل مستوياته للرئيس عبد الناصر الذي منع اللحوم من الدخول إلى منزله. ونجحت حملة الصحافة المصرية في المقاطعة، وكانت في عز مجدها إنذاك، ولها تأثير ضخم على الشارع، كما كان لها صوت نافذ على أعلى مستويات الدولة، بخلاف أن القرار السياسي ممثلا في الرئيس عبد الناصر ونظامه كان ينحاز إلى رؤى اجتماعية وفلسفية ترفض التلاعب بالأسواق وتنحاز بشكل صارخ للفقراء. لهذا انخفضت أسعار اللحوم مرة أخرى ل65 قرشا فقط، ولم تزد في حوالي 20 عام أكثر من 15 قرش وليس أكثر. ومع تولي الرئيس الراحل أنور السادات الحكم في بداية السبعينيات والانتهاء من معركة استرداد الأرض، أقرب للرؤية الأمريكية في السياسة والاقتصاد، وتبنى سياسات الانفتاح والاقتصاد الحر، وكانت أول ضحايا الحقبة الجديدة اللحوم. في منتصف السبعينيات تحرك السعر 3 قروش مرة واحدة، وأصبح الكيلو يباع ب68 قرشا، وقفز مرة أخرى ليصل إلى جنيه. لم يستوعب الشارع المصري الصدمة، وخاصة بعد أن تشرب ثقافة الاشتراكية والناصرية نحو 20 عام، فخرجت المظاهرات الأشهر في حقبة السبعينيات وهتفت ضد السادات ومعه سيد مرعي رئيس مجلس الشعب الذي أقر الزيادة، وابتكر المتظاهرون الهتاف الشهير سيد بي يا سيد بي، كيلو اللحمة بقى بجنيه. لم يصمت السادات وهو الرئيس القادم أيضا في خلفية اشتراكية، ورفض قفزة الأسعار المفاجئة، وعلى الفور أصدر قرارا غير مسبوقة وحظر الذبح وبيع اللحوم بكل أشكالها، سواء كانت حمراء أو بيضاء أو أسماك، لمدة شهر، مع التشديد على عدم ذبح أنثى البتلو. وبدا واضحا أن السادات يظهر العين الحمراء للتجار، ويرغب بالوقت نفسه في زيادة وتعزيز الثروة الحيوانية بطرق مبتكرة وإلزامية بقدر صدامية القرار، إلا أنه كان له مفعول السحر على الأسواق. وخلال شهر واحد فقط انخفض سعر كيلو اللحمة في السوق إلى 80 قرش بعد أن زاد المعروض، بخلاف نجاح سياسات توفير الأعلاف الخضراء
وتشجيع المربين على تربية الماشية والتأمين عليها وتسليمهم الأعلاف المدعمة إلى جانب مشروع تنمية البتلو المؤمن عليه من قبل المؤسسات التابعة لوزارة الزراعة. وبذلك لم ترفع فلسفة السادات لتوطين الرأسمالية والسوق الحر الأسعار بطريقة منفلتة، بل على العكس تخلصت من التضخم بطريقة مبتكرة ودون العودة للسياسات الاشتراكية مرة أخرى التي كان يراها السادات تشكل عبئا شديدا على مستقبل الدولة. وبعد تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك الحكم، استمر على نفس سياسات الرئيس الراحل أنور السادات في دعم الأعلاف الخضراء ومشروع تأمين العجول والبتلو، ومع ذلك لم يستطع السيطرة على الأسعار، إذ عرفت البلاد في عهده قفزات ضخمة في سعر كيلو اللحمة. في منتصف التسعينيات وصل تسعيرة كيلو اللحم الضان إلى 10 جنيهات و25 جنيها للمشفي والأحجام، ثم ارتفعت الأسعار تدريجيا مرة أخرى وتأثر بعدة أزمات عالمية مثل مرض الحمى القلاعية، بجانب القفزة الكبيرة في أسعار الأعلاف والذرة وغيرها من البقولات الخاصة بالماشية. وبلغت أسعار اللحوم في آخر عيد أضحى للرئيس الأسبق حسني مبارك بالحكم 65 جنيها، وكان مبلغ في هذا فوق قدرة الأسرة الفقيرة، خاصة مع رفض مبارك تحديد حد أدنى للأجور طلبت به القوى السياسية المعارضة آنذاك وحددته ب 1200 جنيه، وكان المبلغ يمثل حد الكفاية والكرامة حسب خبراء اقتصاد آنذاك، ولكن الغالبية العظمى من المواطنين كانت تحصل على أقل من ذلك بكثير. وتخوف مبارك الذي انتهج سياسات الخصخصة غضبة القطاع الخاص لتنتهي الأوضاع الضاغطة على المواطن باندلاع ثورة يناير 2011، ومعها تبدأ الأسعار سلسلة لا تنتهي من الارتفاعات الجنونية، سواء بما حدث عبر 3 سنوات وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، أو لأن فاتورة إصلاح مشكلات ال30 عامًا مدة حكم مبارك كانت عواقبها أكثر مما ينبغي، أو لأن عجلة الإصلاح في العهد الحالي أسرع من قدرة المصريين على التحمل. فهل تتوقع أن قطار الأسعار الذي انفلت ووصلت إلى أسعار جنونية تعدت 260 جنيها لكيلو اللحوم سيتوقف ويتراجع، أم أنه ما زال في ارتفاع؟ أترك لكم التعليق. طبتم وطابت أوقاتكم وسلم الجميع، وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.